السلام عليكم، عاملين ايه يا جماعه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنعمل اللحمه المفرومه، هنعصجها. احنا هنا فارمين البصل. احنا هنا معانا انا معانا هنا نص كيلو لحمه بس مفروم. احنا ايه هنبدا ان حطينا هنا ماده دهنيه سمنه وزيت على بعض. احنا هنبدا هنبدا دلوقتي ننزل بالبصل الاول. هنعصجه الاول. طبعا انا مهديه النار على بال ما اخلص احط البصل كده. هنعلي النار شويه. طبعا بالنسبه لكميه السمنه والزيت نحط كميه معقوله، عشان احنا عارفين ان البصل احيانا بيتشرب الماده الدهنيه. نستنى عليه بقى شويه كده. علينا عليه النار. رجعت لكم تاني، حبيت اوريكم. بصوا البصل كميه الماده الدهنيه اللي احنا كنا حاطينها اتشربت ازاي، ويبدا تستوي فيها او يتعصر يتحمر فيها. بصوا البصل اتشرب كله، عشان كده بنعمل حسابنا بنزود كميه البصل، كميه مع كميه الزيت او الماده الدهنيه، الزيت او السمنه. نحطهم كميه معقوله، عشان البصل لما يتعصر ويتشرب فيه الحاجه ما يتحرقش مننا واحنا في وقت التسويه. ورجعت لكم تاني. احنا كده هنا البصل اتدبل كويس معانا يا جماعه اهو. احنا بقى هنبدا نضيف له اللحمه. طبعا نبدا نفككها كده واحده واحده، نقلب. احنا برضو ايه اما نخلص التعصيب بتاع اللحمه، هنبدا اما تبرد هنبدا نحطها في اكياس او في علب، كل واحد حسب الموجود عنده. عندي هنا كوبايه عصير طماطم. دي طماطم يا جماعه، مش صلصه، يعني طماطم معصوره فريش ومتصفيه، عشان برضو قشور الطماطم ولا حاجه لو حد بيتضايق منها. هنجيب بقى كمان ايه كوبايه ميه معانا. هنضيف لها كوبايه ميه عشان تبدا تستوي. ونجيب لها كمان ايه رشه فلفل. مش هنحط ملح دلوقتي، ورشه سكر. بس نقلب الاول. وعندنا برضو ان شاء الله معانا كده ايه تتبيله الفراخ، تتبيله كويسه، وهنحطها برضو نفرزها معانا بطريقه كده سهله، عشان وقت ما نحتاجها تبقى تكون موجوده معانا. يعني طبعا مش حاجه الشهر، يعني في حتى اول اسبوع او اول كام يوم من رمضان، الحاجات اللي نقدر نفرزها يا جماعه الاول، عشان تبقى سهله اول كام يوم، لان هم يمكن بيبقوا اول كام يوم دول بيبقى الواحد تعبان شويه فيهم من الصيام. فبنبدا ايه اما بنكون جاهزين بيبقى افضل، عشان حتى لو نفضل، لو حد قرا الصلاه، حد يقرا القران، يبقى الحاجه ايه ما تاخدش مجهود مننا. هنجيب بقى معلقه سكر بسيطه كده. هنا معلقه سكر صغيره اهي، مش كبيره. وهنجيب رشه فلفل اسود برضو. طبعا الفلفل الاسود برضو مش كتير يا جماعه. هنبدا نقلب كل دوت مع بعضه. ممكن نضيف لها كمان كوبايه عصير طماطم بارد. علشان اما تبدا تستوي وتتعصق تبقى ايه مستويه كويس، متاكدين ان هي مستويه كويس، عشان لما نيجي نحتفظ بيها في الفريزر ونيجي نستعملها الحاجه تكون كامله التسويه بتاعتها. يعني انا عن نفسي لما باجي اعمل الحاجات ديت لازم اكون متاكده انها التسويه مستويه التسويه كامله، عشان احنا مش لو هنعمل جلاش، هنعمل مكرونه بشاميل، مش هنرجع نسويها تاني. هي بتبقى جاهزه، بتخش في صينيه المكرونه، صينيه بطاطس، جلاش،
بتبقى جاهزه على تسويه. الحاجات دي بتبقى تاخد وقت قليل معانا، فالافضل انها تكون يعني كامله التسويه. احنا بقى هنغطيها دلوقتي ونسيبها تبدا تستوي ونرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني. احنا هنا خلاص اللحمه قربت تستوي اهي. هنبدا نضيف لها ايه؟ ورقه لورا، عشان انا اساسا نسيت احطها من الاول، وفصين حبهان. طبعا لو حد ما بيحبوش ممكن ما نضيفوش، ومعلقه ملح. احنا كده خلاص التسويه كامله. هنحط بقى معلقه ملح، وهنبدا نقلبه. طبعا انا مهديه النار عليه خالص عشان لما تتشرب وتبدا ايه تندمج كلها مع بعضها. هياخد بقى طعم الورق اللورا والحبهان، ويظبط الملح بتاعه طبعا الطعم. هنستنى بقى عليه شويه كده، وهنبدا نطفي النار عليه يعني 10 دقايق كمان كده. رجعت لكم تاني. احنا هنا كده اللحمه المفرومه اللي متعصجه بردت، واحنا بقى هنبدا نشيلها في الاكياس بتاعتها. لو حد حابب يا جماعه يحطها في علب مفيش مشكله، بس هي الاكياس ما بتاخدش مكان كبير. هنبدا نعبيها كده، نبقى عاملين حسابنا مثلا الحاجه اللي هنستعملها فيها. طبعا الكميه تبقى اختياري يا جماعه. احنا بس ايه بنوريكم الفكره بتاعتها مش اكتر. انتوا معانا هي بس الكيس نبدأ نحطها. طبعا هي بتوفر معانا وقت وجهد. ولو حابين نعمل الفلفل ومعاها الفلفل الالوان او حاجه عشان نستعمله بعد كده معاها مفيش مشكله، بس هو يفضل يعني ان هو يتعمل في وقتها عشان ما يبقاش الحاجات دي ما تبقاش ايه يعني طريه مع اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه بتبقى متعصقه، لازم تسخن الاول، فعشان ما يبقاش المكونات ايه تاخد تسويه زياده عن اللزوم. احنا معانا كده نبدا بقى ايه واحده واحده كده نفرغ برده منها الهواء كده ونفردها. اما بنفردها كده بتاخدش وقت كبير او مكان كبير في الثلاجه في الفريزر. احنا معاكم واحنا عملنا كيسين. احنا بقى ايه هنكمل بقيه الحاجات اللي احنا هنعملها. انا هحطهم كده على الصينيه، نجيب لهم الصينيه. ورجعت لكم تاني. احنا كده هنعمل بقى تفريد الفراخ. احنا عندنا هنا طبعا لو حابين الفراخ نعملها هنشويها او نحطها في صينيه في الفرن يعني. احنا هنا عملنا البصلايه او بصلتين حسب الكميه يا جماعه، وهنبدا نحط فيهم. احنا معانا هنا التوابل: معلقه ملح، معلقه توم باودر، بصل باودر، معلقه زعتر، معلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا، معلقه زعفران بودره، معلقه شطه صغيره، رشه جنزبيل، معلقه قرفه. طبعا في حاجات اختياريه، اللي مش حابب يحط الحاجات دي اختياري يا جماعه. هنحطهم على بعضهم هنا كله عشان هنتبل فيهم الفراخ. وهنجيب كمان معلقه صلصه او كاتشب يعني اللي حابب، مش هناخد كتير. اللي حابب يحط طماطم فريش فيها، بس انا بفضل يعني الطماطم الفريش لو هتتحط يعني ايه تكون الاستعمال بتاعها يكون يعني يوم يومين او حاجه. لكن ده احنا هنفرزه، وهنجيب رشه سكر عليها، رشه سكر او معلقه عسل لو فيه، ومعلقه خل، معلقه خل بسيطه كده. طبعا الخل بيساعد على ان لو اللحوم والفراخ على تفتيت النسيج بتاعها شويه، عشان يبقى سهل في الشوي وكده، ما ياخدش وقت كبير.
احنا طبعا الفراخ بنكون جبناها يا جماعه ونكون غسلينها كويس وحطيناها في ميه محلول ملح وميه وليمون وملح وخل كده وتبدا تتصفى. احنا هنا مقطعينها طبعا ايه، كل اللي حابب يتبلها. احنا هنا لو الصدر كبير شويه ممكن نفتحه، يعني الجزء دوت لو ممكن نفتحه بحيث ان التتبيله تدخل فيه. الدبابيس كلها طبعا هنتبلهم شويه زي ما قلت لكم. الصدر برده مفتوح لما يكون كبير او سميك شويه عشان يبقى سهل. هنحطهم كلهم كده، نبدا نفرد التتبيله عليهم بس الاول. لو هنسلقه، لو هيبقى فيه سلقه عشان مثلا لو هنعمل محشي، هنعمل حاجه محتاجه المرقه او الشوربه دي، فاحنا بنحط الفرخه كامله افضل. وهنا برضو صح انا نسيت اقول لكم، احنا هنا لو في الدبوس بندي لو معانا سكينه او حاجه يا جماعه بنبدا نعمل نغزات بسيطه هنا. انا هجيب لكم اوريها لكم. احنا كده هي لو الدبوس مثلا او كده، او نعمل فتحات بسيطه كده بحيث ان التتبيله تدخل جواه. ده برضو بقيه الورك، الجزء اللي هو اللي قدام كده، يعني لو بسكينه او حاجه تبدا معانا ايه، تبقى التتبيله تدخل جوه النسيج بتاعها، يبقى كويس. طبعا حسب ما احنا عايزين، طبعا زي ما انتم شايفين التتبيله دخلت فيها. لما يكون سميكه شويه الفرخه او حجمها كبير ممكن نفتح الجزء دوت كده من غير ما نفصله، يعني ايه، نسيب جزء بين في الصدر كده، الجزء اللي ثابت كده، ونفتح حاجه بسيطه خالص عشان يدخل فيه التتبيله. وهنحطه هنا كده، وهنبدا نحط جزء تاني برضو. احنا هنا مدخلين التتبيله كلها جوه، وزي ما قلت لكم بنعمل فتحات بسيطه عشان تتشرب التتبيله كويس معانا. فيها البصل والتتبيله بتاعتها هنا كده. كل ما نتاكد ان التتبيله، طبعا احنا لما نيجي نعملها ممكن البصل ده نفضله يا جماعه لو عشان ما يضايقش حد. معانا اهو كده. هنجيب طبق صغير بقى نحط الدبابيس. الدبابيس بقى لو حبينا نعملها بالفيجيتار او حابين نعملها بالتتبيله ديت كده تنفع تبقى كويسه برضو. احنا نحطها والعكس كده. طبعا محلول نقع يا جماعه، بنجيب الفراخ من عند الجزار بتاع يعني البرج بتاع الفراخ دوت، بنمسكها بعد ما نغسلها نتاكد انها نظيفه، بنحط لها ميه، طبق كبير كده فيه ميه وملح وعصير ليمون وورق لورا، ممكن كمان رشه جنزبيل. الجنزبيل بيشيل الزفاره على فكره، بيبقى حلو جدا ليها. هنا نحط الدبابيس مع بعضها. طبعا نتاكد ان التتبيله برضو داخله كده جوه، لو انتم شايفين داخله في تحت الجلد. وطبعا برضو عاملين الفتحه اللي هي قلت لكم عليها هنا اهيت عشان التتبيله تدخل فيها. اهم حاجه بعد ما نخلص دوت كنا نغسل ايدينا كويس والحاجه كويس عشان ايه ما يبقاش فيه مشكله. بالنسبه للحاجات النيه ديت هنحط هنا كده جزء برضو، الجزء ده بتاع الورك، الجزء اللي فوق. هنجيب طبق تاني. طبعا اللي مش حابب يتبلها يا جماعه مفيش مشكله، احنا قلنا السلق هنحطه الفرخه سليمه، الافضل يعني بالنسبه للسلق الفرخه تكون سليمه. احنا هنا التتبيله بتاعت الصدر برضو، بقيه الصدر طبعا معلقه الخل دي بتفتت شويه النسيج بتاعها، بتخلي النسيج سهل في التسويه. نحط كده هنا طبعا قطع صدور اهي صغيره.
عشان لو محدش بيحب الوراك عموما او الجرانيز. لا اله الا الله. الجزء منها هنيجي نحط برضه تلبيقات البصل معاها. طبعا هو البصل دوت اول ما نيجي نعمل الحاجات دي بتتم يا جماعه. ده مجرد بس ان جزء من التتبيله بتاعته، التتبيله والخل وكده. طبعا هنبدا نشيل الحاجات اللي وقعت، وهنبدا نحط عليها عصير ليمون. نشيل ده طبعا، نضف قدامنا كويس عشان اجيب بس اجيب مناديل. اتمنى تكون الطريقه دي عجبتكم. على فكره هي حلوه جدا يعني لما تجهزوها. يعني ممكن مش لازم شوي، ممكن في الجريل او في الطاسه العاديه او في الصينيه بنفس التتبيله ديت تحطي تستوي. ممكن كمان نضيف عليها لو حابين شرايح بطاطس، بتديها طعم حلو جدا. نحط بقى ايه شرايح ليمون كده. طبعا احنا كده واحنا بنغسلها برضو كان في عصير ليمون مع الخل. وقشور الليمون لما بنحطها مع الفراخ برضو يا جماعه في الاكياس بتاعتها ده، واحنا عيناها في الفريزر بتديها طعم ريحه حلوه. احنا كده خلصنا دول. احنا كده خلصنا الاطباق بتاعت الفراخ ديت، اللي هي بقى ايه لو حبينا نشويها، حبينا نعملها صينيه بالطماطم ونزود عليها قطع بطاطس، حبينا نعملها لها اي خضار، او نشويها في الفرن. ديت تتبيلتها سهله جدا. ورجعت لكم تاني. احنا كده خلصنا كيسنا الفراخ اللي متبلت يا جماعه. وطبعا لو مسلوقه هنعملها نحطها سليمه زي ما هي. احنا بنحط بس بقلبها شرايح ليمون الوقت ما نيجي نعملها ما تغسلها تاني يعني. دي طريقه سهله وسريعه. لو عجبتكم اتمنى ان انتم تجربوها. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، بالهنا والشفا.